طيب الله مساءكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية الإريترية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء، ورافقكم فيها أنا عبد الله محمد علي. والبداية كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين، لكن قبل ذلك إلينا هذا إعلان عن رؤية هلال شهر شوال لعام 1443 هجريا الموافق 2022 ميلاديا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحيث أنه لم تثبت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم السبت 29 من رمضان 1443 هجريا، فسيكون يوم الأحد المتمم 30 من شهر رمضان، ويكون يوم الاثنين 2 من مايو 2022 أول أيام عيد الفطر المبارك. أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركة، ويحفظ وطننا الغالي والبشرية جمعاء من كل بلاء ووباء، كل عام وأنتم بخير. دار الإفتاء والشؤون الإسلامية. هذا وسنقدم بعد نشرة الأخبار كلمة سماحة مولانا الشيخ سالم إبراهيم المختار مفتي إريتريا ورئيس الهيئة العليا للإفتاء والشؤون الإسلامية الإريترية. وننوه عناية المشاهدين بأن يومي الاثنين والثلاثاء إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك. أما الآن فإلى عناوين الأخبار. تطور رعاية الأمومة والطفولة في تسنين. دعم مالي للمحتاجين في دقة الحرب. أسبوع التبرع الطوعي للدم بمناسبة اليوم العالمي للعمال. وليها العهد السعودي وأردوغان يبحثان تطوير العلاقات بين البلدين. بريطانيا ترسل 8000 جندي بالقرب من حدود روسيا. موجة حر خانقة تضرب الهند وباكستان. من العناوين إلى التفاصيل. أوضح مسؤول المركز الصحي في مدينة تسنية السيد برهيح دقو انخفاض نسبة وفيات الأمهات والأطفال نتيجة الجهود الصحية المبذولة، وذكر تقديم الخدمات الصحية العامة إضافة للمتابعة صحة الأطفال دون سن ال5 وخدمات قبل وبعد الولادة وتطعيم الأطفال، مشيرا إلى تحقيق نتائج مرضية من حملة التوعية الجارية لمتابعة الحوامل لأوضاعهم الصحية. وقال أن وجود الكادر الصحي والأدوية ساعد في إنجاز مهام ناجحة مع ارتفاع الوعي الصحي للمجتمع، ويجري التفاهم مع الجهات المعنية للحد من الولادة في المنزل. وأفاد العاملون في المركز الصحي أن التوعية المستمرة المقدمة للحوامل لها دور في تطور الخدمات. وأشادت مراجعات المركز الصحي بالخدمات المقدمة لرعاية الأمومة والطفولة. قدم الإريتريون المقيمون في ألمانيا 76,000 نقفة للمحتاجين في منطقة أفلبة في مديرية دقم حرة بمناسبة عيد الفصح وعيد الفطر. وشكرت مديرة الضحية السيدة يوردانوس كبرى في المناسبة مرسلي الدعم، داعية لتنمية قيم التعاون والتعاضد التي يتميز بها الشعب الإريتري. وقالت أن الدعم قدم للمحتاجين المختارين عبر لجنة القرية، مغيبة عن تقديرها للدعم الذي يقدمه الإريتريون في المهجر لحكومتهم وشعبهم. شهدت العاصمة أسمرة في الفترة من 26 وحتى 29 من أبريل أسبوع التبرع الطوعي للدم بمناسبة الأول من مايو اليوم العالمي للعمال. وقد تبرعت المؤسسات الناشطة تحت رعاية الكونفدرالية الوطنية للعمال ب200 كيس دم. وأوضح المنظمون للبرنامج أنه يتم تنظيم ما بين 3 أو 4 مرات في العام دون الاكتفاء بيوم العمال فقط. ويحتفل بالأول من مايو اليوم العالمي للعمال تحت شعار بالتنظيم نقوى وبالعمل ننجز. نظم في مدينة كرن لقاء لمناقشة سبل تساعد في تطور ثقافة القراءة، وقد شارك في هذا اللقاء الطلاب والشباب العامل في المؤسسات الحكومية. وأوضح في اللقاء الذي نظم بالتنسيق بين وزارة التعليم وإدارة مدينة كرن والاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا
أهمية تطوير ثقافة القراءة وإثراء المكتبات، وهذا يتطلب جهودا منسقة وأعمالا جادة. وقدم المشاركون آراء وأفكارا حول أهمية القراءة في اكتساب المعرفة والتطور، منوهين إلى بذل جهود منسقة لاستفادة الطلاب الشباب من المكتبات المنتشرة في المدينة، وناشدوا للدفع بمسابقات الخطابة والحوار الجماعي، وكذلك قامت أندية القراءة لمساهمتها الفاعلة في ترسيخ ثقافة القراءة وتطورها. في الختام قال مسؤول التعليم في كرن الأستاذ يوسف عقبة سلاسة أن القراءة تساهم بتوسيع الثقافة والوعي، لذلك يجب على المدارس منحها الاهتمام الأكبر. سيداتي سادتي، نتوقف مع فاصل ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة جدة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في مستهل زيارته الأولى للمملكة منذ نحو 5 أعوام. وجرى خلال الاجتماع بين أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استعراض العلاقات السعودية التركية وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية. وتأتي زيارة أردوغان للسعودية في وقت تواجه تركيا أزمة مالية حادة دفعتها إلى طي صفحة الخلافات مع خصومها مثل مصر وإسرائيل، وخصوصا دول الخليج الغنية بالنفط، إذ يشهد الاقتصاد التركي انهيار عملته وارتفاع معدل التضخم الذي تجاوز 60% خلال السنة الماضية. وتأمل تركيا في جذب استثمارات خليجية جديدة وإبرام اتفاقات مالية لدعم عملتها. أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها سترسل 8000 جندي إلى أوروبا الشرقية، وذلك في أكبر عملية انتشار منذ انتهاء الحرب الباردة. وقالت الدفاع البريطانية في بيان أن هذه القوات ستشارك تدريبات حلف شمال الأطلس الناتو في دول تمتد من فنلندا إلى مقدونيا الشمالية. وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس قد صرحت بأنه يجب تحرير أوكرانيا بأكملها بما في ذلك شبه جزيرة القرم. وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن جنودا أوكرانيين سافروا إلى بريطانيا لتعلم كيفية استخدام المركبات المدرعة التي ترسلها بلاده لهم لاستخدامها ضد الجيش الروسي. تضرب موجة حر قياسية الهند وباكستان، متسببة بانقطاع الكهرباء ونقص المياه عن ملايين من الأشخاص، المتوقع أن يواجهوا القيظ بوتيرة متزايدة في المستقبل وفقا لخبراء التغير المناخي. واقتربت درجة الحرارة في نيودلهي من 46 درجة مئوية، ويتوقع أن تستمر هذه الموجة الحارة الشديدة 5 أيام أخرى في شمال غرب ووسط الهند وحتى نهاية الأسبوع في الشرق، وفقا لهيئة الإرصاد الجوية الهندية. ولجأت مناطق في ولايات راجستان وجوجرات وأندرا براديش إلى تقنين الكهرباء في المصانع لخفض الاستهلاك بسبب نقص الفحم. وأبلغت عدة مناطق في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1,400,000,000 نسمة عن انخفاض في إمدادات المياه سيزداد سوءا حتى هطول الأمطار الموسمية السنوية في يونيو ويوليو المقبل. في الختام لا يسعنا إلا تذكير بأبرز العناوين. تطور رعاية الأمومة والطفولة في تسني. دعم مالي للمحتاجين في دقمها. أسبوع التبرع الطوعي للدم بمناسبة اليوم العالمي للعمال. ولي العهد السعودي وأردوغان يبحثان تطوير العلاقات بين البلدين. بريطانيا ترسل 8000 جندي بالغرب من حدود روسيا. وموجة حر خانقة تضرب الهند وباكستان. دمتم في أمان الله وحفظه، وكل عام وأنتم بألف خير.